نروح ياسر. شوف ياسر القحطاني وش قال بعد المباراة. الحمد لله رب العالمين. هذه دائما لقاءات الكبار، يعني امر مو جديد. يعني مباراة صراحة يمكن الشوط الاول الى منتصف الشوط الثاني كانت شبه مملة، يعني الفريقين كلهم حافظين. كل مرة الاتحاد اشوف انهم يلعب يعني بظهيرين يمين وظهيرين يسار في نفس الوقت، ولكن يمكن هذا تكتيكهم او طريقة لعبهم، وأهنيهم وأهني أنفسنا يعني في النهاية على اللعب النظيف هذا. نعم. كابتن إذا تسمح لي هذه كاميراتنا بس نلف عليها شوية. كابتن أنت قلت أنها كانت مملة شوية، هل التكتيك اللي ظهر فيه مثلا الاتحاد والهلال هو اللي أجبر المباراة أن تظهر بهذه الطريقة، ولا في أمور ثانية الإرهاق وعودة المصابين وإلى آخره؟ لا أعتقد أن هذا اللي حصل، اللي هو تكتيك الفريقين يمكن هو اللي خلى المباراة تظهر بالشكل هذا. نعم. كابتن الآن النقطة بالنسبة لكم، يعني كنتم بحاجة إلى 3 نقاط حتى تبتعدون بشكل كبير، ولكن نقطة، هل تعتقد أن حسم الدوري لا زال بعيد؟ أعتقد أن المشكلة كانت على الآن المشكلة الاتحاد مو على الهلال. لا أنا أقصد أنه الآن هل لا زال الأمل بالنسبة المباراة كأنها ما حصلت، يعني الأدفانتج بالنسبة لنا أنه منافسنا الاتحاد ما في أي مقابلة معه وجها لوجه يعني في المباريات الجاية علشان يكسب مني 3 نقاط وياخذني 3 نقاط. الآن أتوقع أن الاتحاد ينتظر تأخر الهلال في أي نقطة. كابتن البعض كان يقول أن الهلال كان يبحث عن التعادل، لكن اليوم المدرب لما كان ياسر وكان ولي وكان أحمد علي ثلاثي هجومي، هذا أكبر دليل أن الهلال أيضا يبحث عن 3 نقاط. اي نعم، يعني زي ما شفت الشوط الأول يمكن احنا اللي قاعد نلعب في نص من لاعبين في نص ملعب الاتحاد، وكان الاتحاد هو اللي متراجع وكان يعتمد على الهجمات المرتدة. أعتقد أن الاتحاد هو اللي أجبر المباراة أنها تظهر بالتعادل، هو من حقه، هو حاول أنه يستغل الهجمات المرتدة زي ما احنا عندنا نظام أيضا تكتيكي اللي هو لعب مهاجم واحد. يمكن آخر ثلث ساعة ونص ساعة في المباراة، ثلث ساعة في المباراة انفتح الملعب للفريقين، وزي ما شفت يعني كانت آخر 20 دقيقة أفضل ما في المباراة. كابتن في احتكاك كان بينك وبين أحد لاعبين الاتحاد في نص الشوط الثاني؟ في كاميرا وفي أشرطة، وإن شاء الله الكل يحكم مو بنا. أنا أسأل كابتن، تجاك شيء يعني؟ أنا أقول لك في كاميرا. شكرا كابتن. طيب ما دام أنت يا ياسر رميتها على الكاميرا، تعال نشوف الكاميرا وش اللي لقطت. تعال نشوف، خلينا نشوف اللقطات يعني اللي التقطتها الكاميرا. وتركي شايفها أنت؟ شايفها. تبغى اقول رايي ولا اعطي فهد؟ لا تفضل، بس انا ما اعتقد ان الدفه كانت تستحق ان الواحد يطيح كانه مضروب بعصا، يعني صح؟ لا انا تبغى رايي الصراحه، يعني بعيدا عن الاتحاد او هلال، انا اعتقد ان الحركه كبيره من ياسر القحطاني. وجهه نظري وابو فهد يعني هو اللي يعني يفيدنا. اعتقد انه اللاعبين كان المفروض ياخذون انذارات صفراء. لاعب الاتحادي اوكي حركه يمكن غير جيده، لكن لا تستحق الطرد، مش ضرب، هي ما كانت ضرب. ياسر مثل بشكل كبير، فيها استفزاز للجمهور، فيها استفزاز للاعلام، حتى مع احترامي وتقديري للنجم الكبير جدا ياسر، تصريحه ايضا يصب في استفزاز واثاره الجماهير الرياضيه. يعني لو كان ممكن يكون اكثر صراحه، اللمسه كانت خفيفه، كان ممكن يستحق عليها انذار لاعب الاتحادي، لكن ياسر مثل بشكل اعتقد مبالغ فيه، وتصريحه ايضا ما كان يعني صريح فيه بعد المباراة. يعني كان ممكن يقول احتكاك بسيط وانتهى الموضوع، لكنه يحيلها بهالطريقة، فهو يعني حول إثارة الجماهير من الملعب أيضا إلى خارج الملعب. رأيي الشخصي أنه كان انذار للاعب الاتحاد وانذار لياسر قحطاني.